بالنسبة لصفقة بوغداد بونجاح، طبعًا بوغداد بونجاح فعلًا كان بيقضّي الأجازة بتاعته في فرنسا، ولكن قطع الأجازة بتاعته في فرنسا وجه هنا على القاهرة، معاه مسؤول من نادي الشمال القطري بيقضّوا الأجازة بتاعتهم، وفي خلال وجوده هنا في القاهرة بدأ إن يبقى في مفاوضات. كابتن هاني رمزي وكابتن محمد رمضان قعدوا مع اللاعب وقعدوا مع المسؤول بتاع نادي الشمال القطري، وبدأ إن هم يتكلموا. في كلام بيقول إن أنتم لو عايزين بوغداد من أول شهر يناير هيحصل عملية صفقة تبادلية، يعني إحنا ما عندناش مشكلة خالص إن أنتم تاخدوه، مع العلم إن بوغداد من أهم اللعيبة في نادي الشمال القطري، وهُم رافضين إن هُم أصلًا يمشّوه في يناير. قال لك إن أنت لو عايزه خده يا عم الشهر بتاع كأس العالم للأندية ما فيش مشكلة خده free، ولكن الأهلي بيسعى إن هو يحصل على خدمات اللاعب في يناير المقبل. عايزين فلوس خدوا فلوس، ولكن الصفقة التبادلية الأهلي رافضها، لإن نادي الشمال القطري طالب لاعب من أعمدة النادي الأهلي وهو مروان عطية. يعني أنت بتتكلم دلوقتي عشان بوغداد يكون موجود مع النادي الأهلي في يناير المقبل، نادي الشمال القطري عايز يعمل ما بين النادي الأهلي وما بين الشمال القطري صفقة تبادلية، إن هو يحصل على خدمات مروان عطية مع طبعًا عائد مادي بقى، شوف هنتكلم في كام يعني، تمام، وغير الراتب بتاع بوغداد بونجاح، وهنا بتبدأ التفاوضات. النادي الأهلي رفض فكرة رحيل مروان عطية أو دخوله في صفقة تبادلية مع بغداد بونجاح. الكلام دلوقتي عايزين فلوس خدوا فلوس، ولكن إحنا مش هنمشّي مروان عطية.